نبارك للمنتخب المغربي فوزه اليوم على جزر القمر، وأيضا نبارك لهم تنظيمهم كأس أفريقيا 2025 بالمغرب، وديما مغرب إن شاء الله. ولكن يعني توقعي الشخصي قبل لا تبدي المنافسات على البطولة أنه محمد صلاح هو، أو المنتخب المصري مع محمد صلاح هو اللي راح ياخذ بطولة كأس أفريقيا 2025 بالمغرب. ومو بسهولة، بس ليش؟ لأنه محمد صلاح بصراحة عنده نقص بالبطولات مع منتخب بلاده، وهو وصل أفضل لاعب على مستوى العالم، يعني كان يستحق حتى البلندور، ولكن وصل من بعد ميسي ورونالدو بالمركز الثالث. ما راح تكون سهلة، راح تكون المنافسة جدا صعبة. بالنمبر 1 كمنافس راح يكون المغرب، وأيضا الجزائر، ومن ثم تونس والسنغال. ولكن توقعي الشخصي هذا يعني كل يعني شخص وله توقع، المنافسة جدا صعبة، ولكن المنتخب المصري هو اللي راح ياخذ بطولة كأس أفريقيا 2025 بالمغرب، لأنه عنده دافع، وعنده القوة والقدرة انه يوصل. وما راح تكون بسهولة مثل ما قلت، ولكن ان شاء الله اذا ما راحت لمصر تروح يا اما للمغرب او الجزائر او تونس.